أعزائي المشاهدين، عدنا وفي استوديو إحنا رياضة، كوكبة من الرياضيين، والنائب منصور عباس. طبعا راح نقوم بتعريف الإخوان. النائب منصور عباس، أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا حبيبي. جعفر بدران، حارس المرمى ومدرب حراس المرمى، أهلا وسهلا. مساء الخير. الأخ رامي بزيع، طبعا معروف رياضي سابق وكان عضو رئيس إدارة اتحاد الإخاء سابقا. أحمد الحلو، غني عن التعريف، أبو الرياضة بالناصري. ألف مبروك لكم. دكتور، مساء الخير. مساء الخير. يعني أنت برضو كان في لقاء مع الدكتور أحمد طيبي، كان لاعب وكان مشاكس شوي. إلك بالرياضة؟ أنا لعبت، كنت حارس مرمى فريق الصفي صف ال 11 و12، وأخذنا كأس المدرسة. مش صدفة جيت قعدت حد جعفر؟ حراس مرمى. حراس مرمى. بس لسه ذكرت شغلي بما إنه فتحت الموضوع. ضربوا علينا يعني شوط كيف بيسموه. نعم. فالفريق اولاد صفي انكروا انه اجى جول، فالفريق الثاني اجى قال كنت بعدني متديني جديد. فاجوا سالوا انت منصور بتكذبش، جول ولا مش جول؟ قلت لين جول. وخسرت اللعبه. طبعا هاي اليوم بنلاقيهاش كثير بالملاعب، يعني حبذا لو بنلاقيها. لا بس في يمكن هذا الموضوع في علاقه ما بين الرياضه والاخلاق والاحترام والتقدير بين اللاعبين مع الجمهور، هذا مطلوب طبعا. يعني احنا شفناك تواجدت في استاد تيدي مع مكاب الريني. طبعا. وكانت طبعا كان وجودكم مؤثر ايجابا على فريق مكاب الريني وعلى الاداره تحديدا، وكانوا كثير مبسوطين وسعداء بوجودكم، خاصه نحن نتكلم عن فريق عنصري جدا. صحيح. وجمهور عنصري جدا. يعني حبذا لو فعلا بنشوفكم مش بس بكره القدم وبالملاعب اللي فيها كاميرات، تروحوا على الملاعب وعلى الرياضات المختلفة وعلى الفرق الدنيا، إن كان درجة ثانية، إن كان درجة ثالثة، إن كان درجة أولى، لأنه هاي الرياضات فعلا متعطشة حتى للإعلام. وإحنا نعد عبر إحنا تي في رياضة إنه نغطي هاي الرياضيات بشكل دائم من خلال الاستوديوهات ومن خلال البث الخارجي. وحبذا لو فعلا أعضاء البرلمان العرب بزوروا هاي الملاعب وبكونوا مع الرياضيين. الرياضة يعني ليست ترفيه فقط، الرياضة لا، هي بعد تربوي، وبالذات لمجتمع يعاني من يعني العنف والجريمة والعديد من المظاهر السلبية، وبالذات في أوساط الشباب. فكثير مهم أنه موضوع الرياضة يأخذ اهتمام. لم يعد التعامل مع الجانب الرياضي من جانب الكماليات، إنما هو موضوع أساسي في وجودنا وتربيتنا. ولكن اسمح لي، أنا بدي أحكي، أزدت هالكلمة اللي عندي في هذه المناسبة السعيدة لأني مضطر أني أخرج. طبعا احنا موجودين هنا في هذه المناسبة الطيبة، 30 عام على انطلاق هذه المؤسسة العزيزة على قلوبنا، اللي هي مؤسسة إعلامية من جهة، ولكن لها دور اجتماعي وسياسي ووطني على مدار سنوات طويلة. أنا سميت نزار في أكثر من مرة أنه سميته شيخ التلفزة العربية عندنا هنا في الداخل. نسجلها. لا، هو هذا يعني لقب مستحق لنزار ولمؤسسة الأرز. حقيقة اليوم في كثير مؤسسات إعلامية وشركات إنتاج واستوديوهات وكذا، ولكن نزار وهذه المؤسسة قاموا بدور فريد في فترة كانت صعبة، وكان الدخول يعني في مجال الإعلام يعني من المحظورات ومن يعني المجالات اللي هي مغلفة بغلاف أمني وغيره وغيره. فالتحية لمؤسسة الأرز وانطلاق قناة تي في في مجالات مختلفة الرياضة، ونتمنى لكم النجاح والتقدم. وبعتقد إنه في كثير مهم إنه يكون في الإعلام العربي يكون إعلام قوي يؤدي دوره من غير اشتراطات، وبالذات من قبل السياسيين. بمعنى لما بدك تيجي تجلس امام تنتقد السياسي وما تخافش منه، تنتقد السياسي وما تخافش منه. لما بدك تيجي تجلس حول هذا الطاوله ما يكون عندك اشتراطات على اللي بيقوم في المقابله معك. دعوا للاعلاميين ان يؤدوا دورهم باريحيه، بلاش ما نضغط عليهم فوق الطاوله وتحت الطاوله. احنا بنوعدك انه اللي بيجي لهنا يا احمد، حكينا معك قبل المقابله، انا تخافش تسدنت على احمد، بس ما حكيناش انا وياه قبل. فلا، كثير هذا الموضوع مهم، ونتمنى النجاح، وان شاء الله انه
يعني إن كتب لنا عمر إنه نيجي بعديه 30 عام ل 60 عام أو ل 50 عام للأرز، احنا بنتشرف فيك دائما. بنكون سعداء. شكرا دكتور الله لحضورك يحفظكم اطلاق ويرعاكم. قناه احنا تي في رياضه، واهلا وسهلا بك الله دائما. يخليك. مرحب بك في استوديوهاتنا، وانت شريك للعمل الله الجبار يخليك. احنا نقوم فيه. شكرا لحضورك. شكرا لكم، بالتوفيق. جعفر بدران، يعني مدرب حراس المرمى في هوفنهايم الشمال، مش هيك بنسميها؟ يعني بلد 3000 تتربى على الدرجة الأولى، مش إشي سهل. أنا دائما بقول إنه هوا كوكب كثير نقي وحلو. بتحبوا تكونوا بالقمم هيك وتستنشقوا هوا نظيف؟ أول إشي شكرا على اللمة الحلوة هاي أبو حاتم والأخ رامي. يعني أنا اشتغلت على مدار 6 سنوات في أخاء الناصري، ودائما الصدفة هاي جمعتني أخرى مرة معهن. كوكب أنا حسب رأيي تستحق أنها تكون في الدرجة الممتازة. الكل بيطلع على كوكب إنه هي عدد سكانها قليل 3900 نسمة، لكن الأمور كيف تنظر هناك تستحق بجدارة أنها تكون في الدرجة الممتازة. أبو حاتم عنده يمكن اطلاع على الموضوع هناك كيف الأمور ماشية. بحب أذكر بكوكب غير كرة القدم في عندهم كرة السلة. نعم. النسائية درجة ممتازة. نعم. عندهم قسم للشباب، قسم رياضة فعال جدا. نعم. كرة طائرة درجة قطرية. يعني هذا الشيء مش من فراغ، هذا الشيء بدل إنه في هناك اهتمام وفي إدارة سليمة لموضوع الرياضة. أبو حاتم بلد صغيرة 3700 نسمة، بلد وادعة جدا وهادئة جدا، يعني فيها فريق اللي بيطمح انه يصل على الدرجه الممتازه خلال، يعني بده يصير نفس الناصر يا رامي، يعني حضروا حالكم ان شاء الله. سؤال فعلا، يعني بلد متواضعه من يعني على هذا القبيل، بلدات كبيره، الناصري 80,000. بتلاقي فريق بتخبط احيانا باسفل اللائحه، احيانا بيطلع لفوق. يعني القضيه مش قضيه عدد السكان، لا قضية اهتمامات وإدارة صحيحة، ولا شو رأيك أبو حاتم؟ أنا بالصدفة كنت ضيف السبت الماضي بمجلس كوكب وحكينا عن هذا الموضوع، وقلنا للإخوان غاد إنه اليوم فرصة كوكب إنه تصعد على الدرجة الممتازة. رئيس المجلس داعم، الجمهور كله داعم. قسم الرياضة غاد، رئيس قسم الرياضة علي خليل من أفضل أقسام رياضة بالوسط العربي. هذا الإشي اللي وصل لكوكب بكل الرياضة بتقدم. أنا بقدر نسميها أورجواي البلاد. أورجواي البلاد كمان عدد سكان الأورجواي بالنسبة للعالم وكيف هن بكرة القدم. وأنا بفكر كوكب فرصتهم هذا الموسم يصعدوا على الدرجة الممتازة، ومش كل مرة بتيجي هاي الفرصة. أنا بفكر لازم يأخذوها بقوة، يعني مع إنه كمان مرة إحنا كل بهمنا كمان إكسار، وبهمنا كوكب، بهمنا الكل. نتأمل إن فريق من هذول الفرق نشوفه في نهاية المطاف في الدرجة أبو حاتم معروف إنه هو عضو إدارة الاتحاد وعضو إدارة الإدارة في عملوا منظومة إدارية للاتحاد، فأبو حاتم يعني تطلعوا درجة بتركنوا عليه. بالنسبة لجعفر بس بدي أقول لك إحنا الأخاء من اللي اكتشفوا جعفر. الأخاء اللي اكتشفوا جعفر وأعطوه المنصة ومن غاد انطلق جعفر. مع إنه اليوم في عتب على، يعني الحديث برضه لرامي، في عتب على، بنسمع عتب من إدارات، يعني بصير عندنا إدارات عربية بقولوا إنه ما بيعطوا المدرب العربي مكانته، ما بيعطوا المدرب العربي إنه يأخذ منصب. يعني الإخاء غيرت عدة لاعبين، مع احترامي للإخاء طبعا كان عندهم مدربين عرب، ولكن أكثر فريق شغال مدربين عرب بالغالب بصير عن طريق أولاد عمنا، وصعب تلاقي عربي بدرب فريق يهودي. فيعني أنا بفكر إنه في عندنا بالوسط العربي كثير مدربين ناجحين، بنقصهن شوي مش كثير. يعني في كثير مدربين كمان عندهم ثقه بالنفس، انه في بحبوش يغامروا او بحبوش انه يكونوا بالواجهه او بحبوش يسمعوا انتقاد. الوسط اليهودي بتلاقيه انه المدرب بيجي بزت حاله، بسمع حكي وشغلات، هو بتقبل هذا الحكي. هن بخافوا اكثر المدربين العرب، فيش ثقه بالنفس انه يتقبلوا الجمهور او يتقبلوا الناس او انتقادات او شغلات. بزيع رجل اعمال. احنا بنحكي عن اليوم خاصه كره القدم والرياضات الاخرى هي رؤوس اموال.
طبعا يعني اليوم عادة بالدوري المحترفين دوري كل شيء المحترفين اموال هو رؤوس اموال. بس احنا بدنا نحكي عن تلفزيونكم، نحكي عن تلفزيون قناتكم اكثر يعني. ما نحكيش عن قضيه بدنا نحكي عني وعن رامي لا وعن لا لا, جعفر. لا احنا مش رايحين نقول لك اذا رامي بده يعني يشتري فريق ولا ما يشتريش فريق، بس انا بحكي لرامي اليوم يعني احنا بنشوف الفرق العربيه بتعاني من شحه الميزانيات. طبعا اكيد بتوافقني يا احمد أكيد. انه يعني اليوم اجى الوقت انه برضه رجال الاعمال العرب يحطوا ايديهم بجيبتهم ويساعدوا الفرق. بهذه الناحيه انا بدي احكي كلمتين. رجال الاعمال لهم دور كبير لازم يكون لأهل البلد، للبلد اللي هن تربوا فيها، لازم يعطوا هاي البلد. بس للأسف عندنا بالوسط العربي فيش هاي تكافي إنه تعطي. هاي أنت بتتربى عليها وبتتعلمها وبتشوف الغير وبتطور نفسك وذاتك وبتصير تعطي للبلد اللي أنت موجودة. أما للأسف يعني بتشوف إنه بالوسط العربي عندنا فيش رجل أعمال إنه هو بيعمل أموال، كله رجل أعمال بيعمل أموال واعمال له شخص وملك، اما هو باخذ من البلد ما بعطي لها. انا نظرتي انه لازم رجل الاعمال يعطي لبلده اكثر من ما دعوه رامي بزيع لرجال الاعمال العرب انه ادعموا الفرق العربيه، ادعموا الفرق العربيه، ادعموا شبابكم، ادعموا ابنائكم، بتصلوا. غير هيك أنا شايف بالدرجه الممتازه والعليا 30 فريق 14 و16 نعم، منهن ما يقارب 22 فريق او 23 فريق عندهن مالك للفريق، ملك خاص. هل سنرى فعلا بالاخاء الناصري او سخنين او من الفحم هذه الخطوه مثلا؟ انا بفكر باليوم اللي الفريق بيكون عنده مالك هذا الفريق بس بيصعد لفوق. يعني انت بتقترح للاخاء انه يعطوا له مالك لكل فريق عربي، لكل فريق عربي. احمد احنا اليوم اطلقنا قناه احنا تي في رياضه، شو حسب رايك احنا عارفين شو احنا بدنا نعطي؟ احنا بنعد الفرق الرياضيه المختلفه مش بس كره القدم انه احنا نغطيها ونعطيها المساحه والمنصه انه تكون. شو بتعني لاحمد الحلو الناشط بمجال الرياضه 10 سنوات اطلاق قناه من هالنوع؟ انا المضبوط تجولت عندكم هون بالقناه وبالبنايه وبالمكاتب، انا كثير انعزمت على تلفزيونات بواحد باثنين بعروض 5 بكلياتهم. انا بفكر اللي موجود عندكم هون ولا شيء بنقص من الاستوديوهات هذيك، كل الامكانيات عندنا موجوده هون. اللي راح تعملوه هنا برامج رياضيه بالقناه تبعتكم لكل الرياضه بالوسط العربي، راح تنطينا مجال نقعد قبال التلفزيون ونضل نتفرج كل الوقت، وهاي الشغله راح تدعم وتطور الرياضه. زي ما قلنا انه الرياضه بحاجه لاموال، انا بفكر كمان بحاجه لبرامج ولتلفزيون مثل التلفزيون طبعا. يعني انا اعتقد انه الاعلام المفروض انه هو يعطي مساحات لهي الناس، ما تكون مساحه، ما تكون فئات مهمشه وفقط نهتم بالدرجات العليا ونعطيها. بدي ارجع لجعفر، يعني انت تعتقد انه فعلا في مساحه اعلاميه التلفزيونات والراديات يعني شتى وسائل الاعلام، هل بتعطي حق ولا احنا اليوم احنا بنقول والله عملنا خطوه يعني مسبوقه وخارج عن الصندوق زي ما سموها، انه فعلا بدنا نعطي محل ومنصه لهي الفرق؟ انت بتشعر فيها كدرجه اولى يعني في حاجه لهيك امور؟ لا يخفى على احد انه لا الدرجه بالاخص الدرجات الدنيا، خلينا نقول من الدرجه الاولى ولتحت ما بياخذوش الحق الكافي. واليوم اجى الدور انه بالفعل لقناه احنا ان شاء الله انها تعطي المنصه الكافيه والوافيه لهي الدرجات ولهي الفرق بشتى المجالات، مش بس في كره القدم، في كل المجالات. اللي هاي الرياضيين وهاي الفرق الرياضيه بحاجه لمنصه. يعني نعم التطور الرياضي بيصير في خلينا نقول من ناحيه رياضيه في الجهد وفي التدريبات والى اخره، بس كلنا بنعرف انه الاعلام له حق كبير في تطور الرياضه، وهذا الإشي لازم ان شاء الله يبلش من هاي القناه اللي هي الاولى في الوسط العربي. رامي انا حابب اقول كلمتين. انا اول شيء جيت لهون عزمت، انا ما كنتش عارف شو يعني احتفال، كانوا مخفين عليك سر معين، كانوا سر معين ما فهمتش. بس انا يعني شيء انا انبسطت كثير. فخر للوسط العربي يكون في عندنا قناه رياضيه بالفعل، شيء بيرفع الراس. وهاي القناه انا بقول راح تكون نمرة رقم 1 بالوسط العربي. أنا متأكد راح تكون رقم 1 بالوسط العربي من ناحية رياضة. فيها كل المقدمين البرامج، فيها الأجهزة، فيها بنقصاش ولا شيء إنه تكون هي في المقدمة وتطور أبنائنا ولاعبي كرة القدم وتحطهم على المنصة اللي لازم يكونوا فيها. وكل احترام يعني
نحن نقدر ونثمن طبعا مجيء كل الرياضيين والفاعلين في مجال الرياضة، لكن بدي أخرج في عنا رسائل من لاعبين لم ولن ينسوا إحنا تي في والأرز، وبهذه المناسبة بعثوا لنا تحيات. نطلع نشوف الشباب اللي بعثوا لنا تحيات. مرحبا جميعا، معكم أنس دبور. أول شيء ألف مبروك لقناة الأرز على مرور 30 سنة، ولإحنا تي في أكيد بحب أبارك لكم إني شخصيا على افتتاحية أول قناة رياضية. الصراحة أجل وقت كلنا كنا بانتظار هذا الإشي، خطوة مباركة وإن شاء الله ألف مبروك. وإحنا كممثلين للوسط العربي والعرب 48 فخورين بهي خطوة، الله يوفقكم بالنجاح. مبروك لقناة إحنا تي في على إطلاق القناة الرياضية، خطوة ممتازة للمجتمع العربي وبالنجاح. مبروك لإحنا تي في على افتتاحية القناة الرياضية، أكيد هالشي خطوة ممتازة لمجتمعنا العربي. مني أنا طالب طواطحة، بتمنى لكم كثير من النجاح والتقدم والتألق.